مساء الخير صبايا، كيفكن؟ شو الاخبار؟ شوفوا، في عندي هي زريعة بيقولوا لها العسلة، اذا بتعرفوا. بيطلع فيها ورد ابيض وريحته كتير كتير طيبة. طبعا هي من صديقة عزيزة على القلب، عطتنا اياها هدية. وزرعناها صار لها تقريبا سنتين عندي، وعن جد عم بتصير بتجنن. وهلا هون انا جيت حبيت اغسل الوراق. شوفوا كيف بتصير، يعني بتشبه القلب عبد الوهاب، بتمد بالبيت. هلا بدي ورجيكم، بدي احطها جنب قلب عبد الوهاب. طلعتها من البلكون، شايفين كيف؟ يعني هذا بدل انه عم تشتغل كتير منيح. شوفوا صبايا، هاي عصاي بتكون لورق العنب يبسانة، شفتها؟ شوفوا هدول اذا بتعرفوهم تبعات الخبز. شوفوا يعني مريحة، عرفتوا؟ ما شديتها مشان ما تأثر على الزريعة. بدي اربطها هيك فيها كلياتها، بتطلع بتجنن. هلا بورجيكم بس خلص. شوفوا صبايا، انا هون زرعتها. هلا بدي احط سطل تاني بقلبها، مشان اذا سقيتها ما تنقط المي كلها على الارض، لانه بدي احط الزرعة بالصالون عندي. ما شاء الله كيف صارت بتجنن. يلي بيعرف هي زريعة العسلة كيف يعتنوا فيها اكتر لحتى تكون كتير منيحة. هلا عندي هي منيحة كتير، بس انه شو بتحطوا لها فيتامينات وهيك خبروني. وصبايا انا جبت من هذا الفيتامين، بتحطوا غطا قد غطا هي العلبة، يعني للتر مي، وبتسقوه كل زريعة كاسة مي منه يعني. بدي اجربه واشوف نتيجته. عم جربه على القلب عبد الوهاب وكتير زريعات عندي، لانه حاطين لكم بيصير للشجر وللزرع كلياته. صبايا عفتها هون بالصالون، بس انا ما هون مو مكانه طبعا، ما رح اعيد. شايفين صبايا؟ صبايا انا هون كنت بدي احط الزريعة بين القلب عبد الوهاب، رح تطلع بتجنن وكتير حلوة. طبعا لسه انا ما خلص ديكور الصالون. شايفين كيف؟ انا كنت مفكرة اربط من هون حبل جيبه لهون على الترية، مشان القلب عبد الوهاب بيصير هيك يعني بنص البيت هيك كتير كتير بيطلع حلو. بس على الحظ عنا الكهرباء معطلة، في عطل، عم نستنى يجي الكهربجي ويساوي لنا اياها.